سنة 2011 قامت ثورة. لا 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 لا، مش قصدي دي. ثورة في عالم التكنولوجيا. سنة 2011 كان شكل التليفون اللي متعارف عليه هو الايفون، هو ال جي، سامسونج. قصدي هنا واقتصر على الحجم، بمعنى ان كانت الشاشات التليفون الكبير جدا ممكن يبقى 3.8 بوصة، بس مستحيل تلاقي تليفون اكبر من كده. كان المتعارف عليه ان التليفون في الحجم ده، لحد ما سامسونج في 2011 كسرت كل القواعد واطلقت اول فابلت في العالم. ايه هو الفابلت؟ وقتها في 2011 كانت فكرة ان انت تنزل تليفون حجمه 5.3 بوصة ده رقم مجنون. الناس ما كانتش عارفة وقتها هل ده تليفون ولا تابلت، فاطلقوا عليه فابلت، ميكس ما بين الاثنين، اللي هو رقم ال5 بوصة. النهارده مفيش حد يقدر يمسكه، لانه حاليا مفيش تليفونات اصلا بتتقدم بحجم ال5.3 بوصة. الرقم ده وقتها كان ثوري، كان مجنون. يعني ايه همسك تليفون بالحجم ده؟ وقررت تزود معاه الاس بن ويبقى اداة للكتابة ويبقى موضوع عصري وجديد، وفتح للناس فئة جديدة على مستوى العالم كله ما كانش حد قادر يقرب لها، وكان كله خايف يدخل. السامسونج جالاكسي نوت خلق سلسلة وخلق طفرة في وقته، والسلسلة اللي بدأت في 2011 وغيرت العالم كملت لحد سنة 2020 وانتهت مع النوت 20. كانت فئة حولت التليفون من مجرد تليفون صغير لأداة تقدر تستخدمها في الألعاب أو الكتابة أو إنك تتفرج على محتوى. وبس كده. كان معاكم حازم تيك فيو. تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.